انسي بقى ان انتي تدمسي الفول في دماسة الفول. دمسي الفول في الحلة، هيطلع معاكي كهرمان كهرمان. انا هنا نقعت الفول بتاعي حوالي ساعة، ده نص كيلو. هغير ميته وارجع لكم. جبت بقى ربع كوباية من العدس الاصفر، غسلته وصفيته، وهنزل كمان بربع كوباية من الفول المدشوش بعد ما طبعا ما غسلته وصفيته. تمام اوي كده. عندي بقى حباية طماطم، عندك جزراية، عندك قرن فلفل، حطي، مش هيقول لا. تمام. حطي كمان فص توم، مش هتندمي، هيدي تيست عالي قوي للفول. تمام. هحطه بقى على النار يغلي كده غلوة ايه عالية، يعني ما نغطيش خالص على الحلة الا لما تغلي معانا. هغطي الحلة واوطي عليها واسيبها حوالي ساعة الا ربع بالشكل ده. هيطلع معانا كهرمان. شفت اللون بتاعه؟ ولا اسود ولا اي حاجة، لونه فاتح. وعايزة هنا تحطي بابريكا بعد ما كده عشان يدي اللون الاحمر، حطي. بس ما تحطيش البابريكا وهو بيغلي، حطيها بعد ما الفول بتاعك يستوي بالشكل ده. حطي بقى البابريكا تدي لون. انا هنا مش هحط بابريكا، انا هحط بابريكا مع الدقة اللي انا هعملها، دقة الفول، حتة دقة، عسل، حاجة كده قشطة. بس هسيب الفول بتاعي يبرد خالص، وبعد كده اعبيه في الاكياس واعمل طبق فول على مزاج ايه، مع رغيفين عيش محمص كده وحتة بتنجان افطر بيهم. انا هنا عبيت الفول خلاص كده، عبيت الاكياس بتاعتي. عملت كيس يوم الجمعة، عملت كيسين، ده كده مقدار نص كيلو، كيسين ليوم الجمعة وتلات اكياس للاسبوع. تعالوا بقى للدقة الحلوة. عندي ربطة بقدونس كده، انا خدت منها الورق بتاعها، الورق بس. هحط معاهم فص واحد من التوم، ومن كل مقادير نص معلقة، نص معلقة ملح، نص معلقة كمون، ونص معلقة شطة، ونص معلقة بابريكا بالشكل ده. تمام. هحط عليهم ليمونة معصورة ومعلقة خل. هنزل بكوباية مية كمان. عايزة تحطي شبت او كزبرة مفيش مشكلة، النكهة اللي انت بتحبيها في الفول حطيها. هضربهم بقى بالهاند بلندر، وما ننساش الزيت، لازم احط الزيت، ونحط قد كوباية زيت كده. بعدين حطيهم في الازازة بتاعتك بقى. رجي الازازة رجة كده قبل الاستعمال، خلي كل المكونات كده تندمج مع بعض بالشكل ده. وصب بقى يا استاذة على احلى طبق فول هتاكليه، حاجة كده طعمها خطير خطير خطير. وبألف هنا. أتمنى أكون خفيفة عليكم. السلام عليكم.